الاهلي اتعلم من الدرس. قبل مباراة الاهلي مع الهلال السوداني المقرر موعدها يوم 1/4 في دوري ابطال افريقيا، الاهلي ارسل رسالة قوية للكاف. الاهلي اتعلم من الدرس. ما حدث للاهلي في مباراة الوداد المغربي في اخر نسخة من دوري ابطال افريقيا، الاهلي بيقول لن نسمح بتكرار المهزلة دي مرة تانية. هتقول لي ايه اللي حصل؟ هقول لك ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم اصدر قرار بتغيير حكم الساحة بملاك الاثيوبي الى حكم موريتاني عبد العزيز، الحكم اللي لم يتخطى سن 33 سنة من العمر. ارجعوا بالذاكرة الى الوراء قليلا وابحثوا من هو الرئيس الشرفي للهلال السوداني. ستجدوه هو تركي آل الشيخ الحاقد الكاره للكابتن محمود الخطيب وجمهور النادي الاهلي. ولذلك النادي الاهلي اتعلم من الدرس الماضي. حاليا النادي الاهلي بيتابع كل صغيرة وكبيرة بتحدث داخل مقر الاتحاد الافريقي قبل المباراة. تغيير الحكم ده نادر من نوعه. بعد ما عبر الحكم الاثيوبي عن غضبه وتخوفه الشديد على النادي الاهلي من المباراة القادمة، وقال انا خلاص على وشك الاعتزال، مش فارق معايا اي قرار من الاتحاد الافريقي ضدي، لكن اخشى ما اخشاه هو التحامل الكاف على النادي الاهلي وتغيير الحكم المفاجئ. لا يعني لا اريد ولا استطيع ان اقول اكثر من ذلك لعدم اتهامي اتهام صريح بما يستطيع الاتحاد الافريقي ضده. فبالتالي الاهلي اتعلم بالدرس، دي حاجة. الحاجة التانية يا جماعة علشان نكون واقعيين، طول عمر النادي الاهلي فاتح احضانه لاي نادي افريقي سواء كان عربي. وكفاية ان المصريين يا جماعة شعب طيب ومحترم، عمره ما كان ولا هيكون اداة تخويف لاي حد جاي. ما يحدث من صحافة الهلال السوداني او الصحف السودانية على وجه العموم والخطابات والشكاوي والاتهامات الباطلة ضد النادي الاهلي وجمهوره، دي بنقول لكم يعني بلوها واشربوا ميتها. كفاية ان ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوها بسلام آمنين. كفاية حتى ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين. كفاية، عايزين ايه تاني؟ فبالتالي احنا بنقول لوزارة الداخلية شابوه على القرار بتاعكم، شابوه على القرار بتاعكم. في رعب وفي تخبط داخل الهلال السوداني هناك، في كلام كتير بيحصل من تركي الشيخ ومكافآت 100,000 يا راجل، ده 100,000 لكل لاعب في حالة الفوز على النادي الأهلي، 50,000 في حالة التعادل على مع النادي الأهلي، الهلال والنادي الأهلي. كم من الكره والحقد ده يعرفك ان النادي الأهلي هو يعني الأكثر نجاحا وانتظاما وعدالة واستقرار في الوسط الرياضي على مستوى القارة. كولر هنا بيحاول يوفر المناخ الكامل للعيبة النادي الأهلي. ابعد عن السوشيال ميديا، ابعد عن كل الضغوطات، ويتحرر من الكلام اللي بيتقال في الإعلام والسوشيال ميديا علشان تقدر تركز في الملعب. كولر طلب من لعيبته المباراة دي هي عودة الجمهور وبداية الثقة والروح في يعني الجمهور واللعيبة على حد سواء. فبالتالي يا جماعة كل التركيز وكل الدعم للعيبة النادي الأهلي وجمهوره العظيم. ضيف إلى ذلك بقى إن كولر بيعتمد اعتماد كلي على كهربا كورقة رابحة في المباراة القادمة، وكالعادة كلنا عارفين إن كهربا بسم الله الله أكبر كل مباراة لازم يسجل. طيب خلينا نقول المباراة إن شاء الله بإذنك يا رب هتكون يوم السبت الموافق يوم 1/4 على استاد القاهرة، وإن شاء الله هتكون بداية العبور من استاد القاهرة. أشوفكم الفيديو القادم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.